السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أسهل طريق للفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسهل طريق للفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد وأداء الفرائض وبر الوالدين وكل هذه الخيرات اللي هي أبجديات أي إنسان مسلم. لابد أن يكون موحدا، لابد أن يكون مصليا، لابد أن البنت المسلمة تبقى لابسة حجاب، لابد أن احنا نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، لابد أن احنا نكون وصولين للرحم. لكن أسهل طريق برضو لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام حاجتين. أول حاجة حسن الخلق، والحاجة التانية اللي هي كفالة الأيتام. حسن الخلق مش زي ما احنا فاهمين أو بعض الناس فاهمين إن حسن الخلق هو بس مجرد إن الإنسان يبقى مبتسم في وجوه الناس، وإن هو لما بيتكلم مع الناس بيتكلم بأسلوب فيه ذوق وأخلاق. مش هو ده حسن الخلق. حسن الخلق أنواع كثيرة جدا جدا، لو فهمناه لعلمنا يقينا إن حسن الخلق يشمل كل شيء. بمعنى حسن الخلق مع الله، إذا جاءني الأمر من الله سبحانه وتعالى فامتثلت الأمر وقلت سامعنا وأطعنا، يبقى عندي حسن خلق مع الله. لما يأتيني النهي من عند الله سبحانه وتعالى فأقول بقى بلسان الحال والمقال سمعنا وانتهينا، يبقى عندي حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى. حسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أحب النبي، إن أنا أتبع النبي، إن أنا أدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا أنشر سنة الحبيب المصطفى وأدعو الناس كلهم إلى سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي حسن خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن خلق مع كتاب الله، إن أنا أقرأ كتاب الله القرآن وأتدبره وأعمل بما فيه وأستشفي بالقرآن وأتحاكم إلى القرآن، يبقى عندي حسن خلق مع القرآن. حسن خلق مع الملائكة، إن الملائكة لا يطلعون علي في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، لا يروني إلا طائعا لله سبحانه وتعالى. فأنا لما أعصي الله سبحانه وتعالى والملائكة تطلع على ذلك فهذا يسوءهم ولا يفرحهم، بل تفرح الملائكة بطاعة العبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ملك الحسنات اللي بيكتب الحسنات بيسعد ويفرح إذا فعل العبد طاعة لله فيكتبها له حسنة أو يكتبها لها بعدد الحسنات التي في تلك الطاعة. وملك السيئات لما العبد بيرتكب سيئة يرفع القلم لمدة 6 ساعات، كما ورد في الحديث إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المذنب 6 ساعات لعله يتوب، فإن لم يتب كتبها سيئة واحدة. الله أكبر. والملائكة لما حد ينام على وضوء ويذكر الله عز وجل، الملك يفضل جنبه كده ويقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. فالملائكة بل الملائكة يدعون لمن ينشر الخير بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. يبقى إذن وصلاة الملائكة على العبد هي الدعاء والاستغفار لهذا العبد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى حسن خلق مع الملائكة، حسن خلق مع الناس، وأول هؤلاء الناس الوالدين والأقربين والأرحام، ثم بعد ذلك بقية المسلمين بل وبقية الناس على وجه الأرض. الإنسان مطالب أن يكون عنده حسن خلق مع المسلم ومع غير المسلم. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للمسلمين حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ولم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن. هذه المسألة. يبقى إذن أسهل طريق لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام رقم 1 حسن الخلق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء اللي هو الجدال وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت خد بالك بقى في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. يبقى إذن يا حبايبي حسن الخلق ده رقم واحد. رقم اتنين كفالة اليتامى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل بقى ننتقل بقى لكفالة اليتامى في حسن الخلق قال حديث عجيب جدا رواه الترمذي بإسناد حسن، قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر. طيب لما نتكلم بقى عن كفالة اليتامى، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. الله أكبر. يعني هتكون قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكفل يتيما لك أو لغيرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. يبقى إذن كافل يتيم له أو لغيره. يعني إيه له أو لغيره؟ يعني واحدة توفي زوجها وأصبحت أرملة فعندها أطفال يتامى، فهي عاشت عشان تربي اليتامى، يبقى دي كفلت اليتيم لها أو لغيري، يعني أيتام ما هماش قرايبي ما هماش ولادي ومع ذلك أنا بكفلهم، يبقى كافل يتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين إيه في الجنة. طيب وأختم بقصة في غاية الروعة والجمال، قصة المرأة المؤمنة العلوية. هذه المرأة كانت من سلالة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكانت هذه المرأة متزوجة من رجل صالح، وكان رجلا غنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. عاشت معه وكان عندها يعني 3 أو 4 من البنات على ما أذكر. المهم توفي زوجها، وبعدين لم يكن له مصدر رزق إلا المال اللي كان عنده بيتاجر به، فعاشت بهذا المال إلى أن نفد المال، فخشيت من شماتة الناس فيها، فأخذت بناتها وخرجت من تلك البلدة إلى بلدة أخرى، ونزلت بناتها في أحد المساجد وذهبت لتبحث لهم عن طعام حتى يأكلوا في تلك الليلة. فلقيت 2، واحد شيخ مسلم جاي كده ومعاه طلبة العلم بتوعه كده في وفد كبير كده، ووجدت رجلا مجوسيا، عرفت بعد كده ان هو مجوسي، تمام، جاي برضه معاه ايه الأتباع بتوعه. فذهبت إلى الشيخ المسلم وقالت له: السلام عليك. فرد السلام، فقالت: أنا امرأة علوية مسلمة شريفة، وجئت أقصدك في أي شيء من المال حتى أطعم بناتي فهن أيتام وتركتهم في المسجد. فقال لها بكل كبر: أقيمي عندي البينة أنك مسلمة علوية شريفة. قالت: كيف أقيم عندك البينة وأنا امرأة غريبة لا أحد هنا يعرفني؟ قال: إذن انصرفي ليس لك عندي شيء. وتركها، فبكت المرأة، ثم بعد ذلك انصرفت وذهبت إلى ذلك الرجل المجوسي. اسمع القصة العجيبة دي. فقالت له: أيها الرجل، يعني تركت بناتي أيتام في المسجد الفلاني وأريد فقط بعض المال حتى آتيهم بالطعام. فقال: أين البنات؟ قالت: في مسجد كذا. قال: انتظري هناك في المكان، سأرسل لك زوجتي لتقوم معك بكل ما تريدين. فظنت ان هو يعني بيقول لها كلام وخلاص، فذهبت إلى المسجد وانتظرت ما هي إلا دقائق حتى جاءت زوجة هذا الرجل المجوسي، فأخذت المرأة وأخذت بناتها ودخلتهم في مكان في السكن بتاعها في المكان الخاص بالنساء. دخلتهم أعزكم الله الحمام، اغتسلوا جميعا كل واحدة لوحدها طبعا، تمام، وادتهم ثياب جديدة من عندها وأحضرت لهم الطعام أشهى الطعام والشراب، وجلست معها وقعدت يعني تتكلم معها ودار حديث بينهما طوال الليل. في هذه الليلة نام الشيخ المسلم على فراشه، فرأى رؤيا عجيبة، رأى كأن القيامة قد قامت، ورأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقفا عند الحوض، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف وبجواره وهو يشير إلى قصر جميل في الجنة، فقال: هذا القصر لرجل مسلم، هذا القصر لرجل مسلم. فتقدم هذا الشيخ وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أنا رجل مسلم يا رسول الله، أعطني هذا القصر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندي البينة أنك رجل مسلم. قال: سبحان الله، كيف أقيم عندك البينة يا رسول الله ولا أحد يعرفني في هذا المكان؟ قال: سبحان الله، وكيف كانت المرأة العلوية المسلمة الشريفة كيف كانت تقيم عندك البينة عندما سألتك طعاما لبناتها وهي في مكان لا يعرفها فيه أحد؟ القصر ليس لك.
فقام الرجل من تلك الرؤيا وهو في غاية الفزع، وقام يسأل عن هذه المرأة أين ذهبت هي وبناتها، فدلوه على بيت الرجل المجوسي، قالوا له ده زوجته جت خدتهم وهم الآن في ضيافتها. فراح وطرق بيت المجوسي في الثلث الأخير من الليل، كان خلاص يعني بينهم وبين صلاة الفجر كده دقائق يعني. فطرق الباب فقال له أريد تلك المرأة العلوية الشريفة، أريدها هي وبناتها لأكرمها هي يعني عند زوجتي. فقال له لا أستطيع أن أفرط في هذا الكنز أبدا. قال له إزاي؟ قال له القصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا الليلة في المنام، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك أردت أن تأخذ منه ذلك القصر، فقال لك القصر ليس لك. ثم أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولزوجتي وبناتي. فقال كيف ذلك وأنت رجل مجوسي؟ قال له سبحان الله والله ما بتنا في تلك الليلة إلا وقد أسلمت أنا وزوجتي وبناتي وأولادي على يد تلك المرأة الشريفة المسلمة العلوية، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ببركة إكرام اليتامى بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو أسهل طريق للفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسن الخلق بمعناه الشامل الذي ذكرته لكم، حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الملائكة، مع كتاب الله، مع الناس جميعا بفضل الله. ثم بعد ذلك كفالة اليتامى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يكونون في صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.